السلام عليكم بنات، فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. البنات اليوم جيت نشارك معكم الحلوه ديالي ديال العيد، بسيطه واقتصاديه، ما كديش بزاف ديال الوقت. هي حلوه ديال الخليط البنات، صراحه كتجي زوينه بزاف، وفي اهم حاجه يعني فيها شويه ديال المكسرات اللي كتكون لذيذه، كتكون مرقمشه كما كتشوفوا البنات. انا اختاريت جوج ديال الاشكال ديال الرشيمات البنات. الصراحه تقدروا ديروا اي رشم اللي بغيتو. درت رشم ديال النقشه، درت رشم ديال هذا النوع ديال الخشب اللي كيكونوا في كيديروا بهم حلوه ديال التمر، كيديروا فيهم يعني بزاف ديال الحاجات. كما كتشوفوا البنات هي الحلوه ديالي صراحه فتيه، يعني خليتها حتى تبرد مزيان. البنات مبتدئات يعني يديروا شي حلويات ساهلين، ما كيدوش الوقت بزاف ومقادير ماشي بزاف. كما كتشوفوا البنات خصها ضروري تكون بارده، عاد يعني ديروها في السكر كلاصي باش هكا تبان لكم النقشه ديالها من برا. ومرحبا بكم البنات، وشوفوا المقادير. كما كتشوفوا البنات هنا انا درت على حسب الكميه اللي غنحتاج. درت الكاس ديال اللوز والكاس ديال الكركاع محمرين شويه في المقله وكطحنتهم مهرمشين البنات، وكاس ديال الجنجلان محمر، وكاس ديال الزبيبه البنات، يعني الكاس ديال الاتاي الصغير، وجوج ديال البيضات، وربع ديال الزبده. درت هنا الزبده ديال المارغرين البنات، خصها تكون يعني برا الثلاجه باش تسهل عليكم الخدمه. وانا البنات درت نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر كلاصي، وانا الدقيق يكون على حسب الخليط، واحد الفاني، واحد الخميره ديال الحلوه، وهنا بنا درت معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الماء الزهر. صافي البنات هادشي اللي غنحتاج في المقادير. وانا غادي نستعمل هذا النوع ديال الرشمه البنات، صراحه زوين بزاف، فيه رشيمات زوينين البنات. هذا الرشم جبته من العراق، صراحه عندهم هادشي ديال التقليدي يعني عصري، عندهم هادشي ديال الخشب ديال الكيكات، عندهم انواع واشكال، وعجبني هذا الشكل جبته معايا. وهنا البنات غنبداو ان شاء الله الزبده ونضيفو السكر كلاصي. الزبده البنات ضروري تكون برا الثلاجه باش تسهل عليكم الخدمه، كتكون يعني رطبه دغيا كتخدموها. وصافي غادي نخدمها مزيان البنات كما كتشوفوا، يعني الطريقه باينه في الفيديو. غادي نديرها مزيان، نخدمها مزيان مع السكر، عاد ان شاء الله نضيف المقادير بشويه بشويه. وما لبس نحاول نديرو يعني انسان يدير شي حاجه بسيطه لدارو وليداتو، يعني ماشي ضروري الانسان يدير شي حلوه كتكون كدي بزاف ديال القوام او بزاف ديال الخدمه. يعني انسان اللي يقدر عليه يديرو لعائلته ونفرحوا وليداتنا في العيد، يعني يحسوا بالاجواء ديال العيد، خصيصا البنات اللي في اوروبا، يعني اللي في بلادهم مزيان، يعني كيكونوا معاهم العائلات. اما في اوروبا في الغربه يعني صراحه كتكون شويه ناقصه، كيكونوا بزاف ديال الحاجات ناقصين، يعني حتى ولا كتكون الطبله عامره، كتكون كلشي عامره، ولكن كتكون العائله ناقصه. وكنحاولوا نديروا شويه ديال الفرح بيناتنا. وهنا البنات ضفت الكاس ديال الزيت، غادي نخدمهم مزيان مزيان البنات. كما كتشوفوا ضروري تكون تخدموا مزيان مزيان حتى تكون يعني بحال الكريم. عاد نضيف يعني المقادير اللي بقاو ليا كما كتشوفوا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا البنات هذا الفيديو. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم واشتراك ديالكم في القناه وكومنتير ديالكم زوين اللي كيفرحني باش ان شاء الله نعطيكم الجديد. صافي البنات كنحاول هكا كنديرها بيدي مزيان، نخدمها مزيان مزيان باش يتخلطوا لي المقادير مزيان. شحال ما يعني خلطناها مزيان وخدمناها مزيان، شحال ما يعني الزبده كتطلق راسها وكتكون مزيانه. كما كتشوفوا البنات غنبقى بهذه الطريقه. عاد ان شاء الله نضيف البيض. دابا البنات غنضيف جوج ديال البيضات صغار، ضروري يكونوا برا الثلاجه حتى هما. غادي نخلطهم مزيان مزيان. عاد نضيف المكسرات بنات، يعني المكسرات اللي عندكم، ماشي ضروري يعني تكون عندكم كلشي، حتى ولا شريتو غير تشريو شويه شويه من حاجه باش كتعطي واحد اللذه اكثر، كتعطي يعني واحد النكهه مزيانه هكا، فوقاش كيكونوا مكسرات كثار. وصافي البنات كما كتشوفوا رجعت عندكم خدمتها مزيان مزيان كما كتشوفوا بحال الكريم. دابا غنضيف
كاس ديال اللوز وكاس ديال الكركاع البنات حمصته وطحنته هكا مهرمش، وكاس ديال الجنجلان، وهنا كاس ديال الزبيب الصغير خطاتو هكا طريفات الصغار، ومعلقه ديال القرفه البنات، ودرت معها معلقه ديال الماء الزهر كيعطي واحد الريحه صراحه زوينه، ونضيف واحد الفاني. صافي البنات غادي نخدم هادشي مزيان، عاد ان شاء الله نضيفو الدقيق والخميره، نخدموهم مزيان، ندخلو فيهم كاع المقادير مزيان كما كتشوفوا. صراحه كتجي زوينه هاد الحلوه، يعني بحال الحلويات اللي قدامين صراحه مزيان، يعني المذاق ديالهم ما كيتبدلش، كيبقاو هما يعني غير الحلويات اللي جداد كيدخلوا كنلقاو فيهم اختلاف، يعني في المقادير، في النكهات، يعني ما كنحسوش بالحلويات ديال القدام. اما بحال هاد الحلويات اللي كنديروا بساط، اللي مولفين كنا كيديروهم الوالدين ديالنا القدامين، كنديروهم حنايا صراحه كنحسوا بهم بحال هما دايرينهم بيدهم. وانا البنات غنضيف الدقيق البنات على حسب الخليط كما كتشوفوا. الزبده يعني كدير الدقيق، يعني غندير هاد الزلافه ولا عاد خصني نزيد غنزيد، يعني دقيق حسب الخليط. غنخلط مزيان يعني كنديرو بشويه خصيصا المبتدئات يديروا غير بشويه حيت ولا خويتو مره واحده تقدر تجي لكم قصحه، يعني بشويه احسن باش تعرفوا القياس. وهنا البنات غنضيف خماره ديال الحلوى 15 غرام كما كتشوفوا. صافي غنستعمر نخلط مزيان حتى نغسل على الخليط اللي بغيت، يعني ما كيجيش قاصح ما كيجيش جاري، يعني كيجي متماسك، تقدري تكوري على راحتك، يعني ما يديلكش التعب كما كتشوفوا. وغنزيد هذا القياس اللي بقى لي كامل، ولا جالي هو هذاك ما جاليش غادي نزيد كما كتشوفوا. الزبده يعني كتهز دقيق، كاين نوع الدقيق يعني مختلف البنات، يعني كاين دقيق دغيا كيتجمع، كاين دقيق مشحال ما كتخوي بحال كتخوي يعني كتخوي هكاك، يعني فيه حتى هو انواع. عاد خصني نزيد البنات الدقيق كما كتشوفوا. جبت واحد نص ديال الزلافه ما هزتليش كامله، خليت منها شويه. صافي البنات غنبقى هكا نستعمر نعجنو مزيان بيدنا، ندخلو كاع المقادير مع بعضياتهم باش ان شاء الله يندمجوا كما كتشوفوا مع الريحه ديال الجنجلان واللوز والكركاع. الصراحه الريحه ديالو كتجي زوينه. وديروا حتى الكاوكاو، يعني اللي عندكم في الدار انسان يديروا كما كتشوفوا. نحاول نجمع مزيان كما كتشوفوا. زدت شويه ديال الدقيق، يعني زدت لي تقريبا زلافه ونص، ما زدتليش يعني 2 ديال الزلاويف، زلافه ونص. كما كتشوفوا. وخليكم البنات ان شاء الله حتى نجمعها مزيان ونرجع لكم. رجعت عندكم البنات كما كتشوفوا. زدت ليا زلافه ونص ديال الدقيق كما كتشوفوا، كتجي هكا راطبه، كتجي بحال الشكل ديال الصابلي.
وصافي البنات كما كتشوفوا كيف كتجي الصراحه كتجي زوينه بزاف، يعني كنجمعوها بسهوله ما كتفتت ما حتى شي حاجه، خصكم غير يعني دقيق ديروا القياس. وصافي انا نختار اي رشم اللي بغيت ندير، يعني صراحه فيه رشيمات زوينين وكاين انواع صراحه كثيره. انا نختار هذا الرشم الدائري، نجيب شويه ديال الدقيق، ندير شويه ديال الدقيق باش نحصل على شكل يعني يبان مزيان. وصافي البنات كنديرو هكا في المول ديالو، كنبسط باليدين مزيان حتى نحصل على الشكل اللي بغيت. الطريقه سهله ضيق كيتحيد كما كتشوفوا، صراحه كيجي منظر له زوين، يعني بسيط ولكن نفس الوقت يعني النقشه ديالهم زوينين كما كتشوفوا البنات. نزيد معكم وحده كنبسطو بهاد اليد البنات باش نحصل على الشكل يعني نيشان. ونبقى هكا ان شاء الله نستمر ونرجع لكم بالشكل الثاني. وجدتكم البنات الشكل الثاني نديرو هكا بالنقش، صراحه هذا كيجي زوين ويعني بسيط كما كتشوفوا، حيت ضروري نبسطوه شويه حيت كتكون فيه الخميره مع الزبده يعني كيزيدوا شويه في الحجم. وصافي البنات غادي نقشوهم هكا بقدر ديال الحلوه، يعني نقشه بسيطه هكا كتعمريه كامل، حتى هو كيجي زوين في المنظر. كما كتشوفوا البنات نستعمر هكا يعني حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. والفران البنات 180 درجه، يعني ما نزيدوش بزاف باش طيب من الداخل مزيان، كتحمر من الفوق. كما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحلوه. وصافي البنات نبقاو هكا حتى نكملوا هذه الكميه كامله باش مره واحده يعني الانسان يدخل الفران. انا ندير يعني غندير شويه شويه من حاجه، ندير شويه من القش وشويه بهذاك المول ديالو، سنكمل ان شاء الله الكميه اللي عندي كامله كما كتشوفوا ونرجع لكم ان شاء الله.
رجعت عندكم البنات كمية اللي حصلت عليها ما شاء الله، كتجي محمرة البنات كما كتشوفوا، كتجي يعني ما كتجيش هكا مخروقة بزاف، كتجي هكا بحال اللون ديالها ذهبي. خليتها بردات البنات، تكون ضروري تخليوها تبرد مزيان عاد ديروا لها السكر كلاصي كما كتشوفوا. وهنا عندي السكر كلاصي غنحتاج، وهاد الشبكه اللي غتساعدني باش نرش عليها من الفوق. اول حاجه البنات غادي نديرها يعني نسقيها من التحت عاد نرشها من الفوق، حيت فوقاش كندفنوها كاع في السكر كتعز بزاف ديال السكر. احسن هاد الطريقه مزيانه ما كتعجش بزاف وكتجي يعني حلوه نيشان. غنبقى هكا ندير لها هاد الطريقه كامله عاد نرشها من الفوق، يعني كتجي نيشان. كيما كتشوفوا كنديرها غير من التحت، ضروري تكون بارده مزيان يعني ما كتكونش هكا دافيه تحطوا عليها السكر، حيت دغيا غادي يذوب عليها والشكل ديالها ما غيبانش مزيان. صافي نكمل هادو عاد ان شاء الله نرشوها من الفوق. كما كتشوفوا البنات دابا غنجيب الشبكه غادي نرشها من الفوق كما كتشوفوا، ملي كتجي هكا معمره نفس الطريقه ولا يعني درتوها كامله في السكر. وهنا البنات كما كتشوفوا هذا النوع ديال الرشم كندوزو عليه هكا اليد البنات باش تبان الرشيمه ديالو، حيت ولا مغلفه كاع بالسكر ما غاديش تبان، غتبان يعني سامبل هكا باش تبان، يعني ديروا عليها السكر في نفس الوقت يعني كتمسحوها. والشكل الثاني كيبقى هكاك، يعني هذا كيكون هكاك كما كتشوفوا البنات باش الرشمه كتبان. وان شاء الله نكمل الكميه اللي عندي كامله ان شاء الله ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. رجعت عندكم البنات، هي الحلوه ديالي كملتها كامله ما شاء الله، عطاتني كميه يعني مزيانه كما كتشوفوا. يعني السكر كما كتشوفوا على هاد الحلوه باش الرشم ديالها يبان مزيان البنات كتمسحوا غير بيدكم باش يبقى له. وهذا النوع كيبقى هكا كما كتشوفوا البنات السكر، يعني كما قلت لكم سكوت تخليوها بارده. ونتمنى ان شاء الله البنات عجبكم هذا الفيديو اللي درت معكم اليوم، نشارك معكم شي وحيده البنات صراحه كتجي هشيشه وكما كتشوفوا يعني غير بالكاس من حاجه ما شاء الله، يعني جات مقومه وجات يعني عامره كما كتشوفوا البنات. وصافي كتغطيوها هكا بشي بلاستيكه كتبقى مزيانه البنات، يعني ما كتضيعش، كتبقى صراحه مده مزيانه. ونتمنى البنات عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، وما تنسوناش باللايك ديالكم والاشتراك ديالكم في القناه. ان شاء الله نتلاقى في شي فيديو جديد ان شاء الله، شي حاجه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير، فرجه ممتعه.